قول لي ايه موضوع شجره الجوافه؟ ايه موضوع شجرة الجوافة؟ مم. جات لك منين قصدك الفكره؟ يعني على انه كل حاجة يعني مم. كل الحاجات مش عايزة تبقى غير نفسها الا احنا. هو عموما الحاجات بتيجي من البني ادم لما بيتفرج على الحياة بيتعلم. لما بيتفرج على الناس مش بيتعلم، لان الناس اغلبهم مجانين الحقيقة. فلما مم. تتفرجي على الجنان مش هتتعلمي حاجة، تعلمي الجنان. يعني تتفرجي على الدنيا اللي احنا عاملينها بنفسنا دي مش مم. هتتعلمي حاجة. عشان تعلمي حاجة لازم تتفرجي على الحقيقة. فانا ما عرفتش الحكايه دي وانا يعني ما خدتش بالي منها غير بعد ما حصلت. بس انا اكتشفت ان انا قعدت سنين طويله جدا كل حاجه كتبتها مثلا، كل فكره لحلقه عملتها كانت بتطلع لي وانا بتفرج على انيمال بلانيت وديسكفري وكده. مم. اتفرج على الكواكب، اتفرج على الحيوانات، اتفرج على النمل، اتفرج على البط، اتفرج على الوز، تلاقي نفسك عمال تفكر في حاجات، تفهم حاجات عن البني ادمين. مم. وقعدت كده يعني 10 15 سنه يعني مفيش فكره بتجيلي اكتب حاجه غير وانا بتفرج على الحقيقه. لحد ما خلاص بقى يعني لحد ما يعني ما بقاش لازم الحكايه دي، بقوا بيجوا من اي حته. ف دلوقتي احنا في اكتر من اي وقت مضى في تاريخ الارض، يعني كل الناس عمالين يتم استقطابهم كده الى انهم عايزين يبقوا زي ناس تانيين. صح. زمان الموضوع كان بسيط، يعني الناس كان كلهم فقراء، في شويه صغيرين اغنياء. مم. فالناس الكتير الفقراء دول منهم نسبة كبيرة ماشي حالهم، مم. ومنهم نسبة كبيرة يعني بيحاولوا، ومنهم شوية صغيرين عايزين يبقوا أغنياء. فالحكاية كانت ماشية. انت تقصد دلوقتي لا، تمانينات تسعينات؟ لا أنا بتكلم في تاريخ الأرض تاريخ الارض. اللي انتهى بقى في الثمانينات التسعينات. اه اه. تاريخ الأرض كله كده. مم. دلوقتي كل الناس عايزين يبقوا أغنياء، لأنهم بيتفرجوا طول الوقت على انه ممكن انه ينفع انه مم. فبص بره كتير قوي، فعايزين يبقوا حاجة تانية. كل واحد عاوز الناس الطريقة بقى دي انه فجأة فاكرة الداك فيس، راح الداك فيس اه دلوقتي طبعا. بقى في كشري فيس. اه. ازاي الكوكب كله فجأة بقى لما يجوا يتصوروا عاملة كده؟ ايه ده؟ الولاد كلهم ليه بيتصوروا بيعمل كده؟ ايه ده الحاجات دي؟ يعني تبين. ايه انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بيقلد. كويس. فهو والفكرة دي مش فاكر حكيت الحكاية دي فين، بس يعني مرة وأنا في بالي كنت بروح يعني أروح عند الشلالات وكده كتير، كل يوم مم. بروح شلال يعني من الشلالات. فعادة بيبقى في زوار يعني، فأنا بقعد بستنى، أنا موريش حاجة، مم. فهقعد لحد ما كل الناس تمشي عشان مم. أقعد شوية مع الشلال لوحدي. فكنت بقعد كتير جدا، فكنت بتفرج على الناس. فشفت بقى الحاجة دي بتاعت، طبعا عشان الشلال ده مكان بتاع تصوير قوي يعني، فالناس تيجي كل واحد يروح واقف عادي، ولاد عاديين كده. مم. بعدين جهزوا دوره في الصورة بقى، فبقى بيتصور مع الشلال، فراح عامل كده. وبعدين الصورة تخلص فانا عامل كده تاني، عامل كده كده. مم. الحاجة دي طول الوقت احنا عاوزين نبقى حاجة مش احنا، والحكاية دي متعبة جدا ووحشة جدا عشان البني آدم. لو انت شجرة جوافة خليك شجرة جوافة، ما تحاولش تبقى حاجة تانية. اعرف نفسك الأول مم. ويبدأ من هنا. احنا عاملين، ربنا عاملك كده لسبب. مش صعبة اعرف نفسك. صعب طبعا، بس انت اصلا مين قالك ان انت سهل؟ يعني هو البني آدم مش جاي يعمل حاجة سهلة. مم. هي صعبة، هو كل حاجة صعبة. هو يعني أكل العيش مش صعب؟ لا مش سهل، صعب كله طبعا. سهل، كله صعب. هو اه. يعني إنك تعمل علاقة مع ست مش سهلة؟ لا. لا إنك لا. تعمل علاقة، إنك تعمل علاقة مع أصحابك سليمة حلوة تدوم العمر سهلة؟ ده لا مش محتاجة سهل. بنى، محتاجة بنى إنك ومحتاجة تبقى اكتشاف شاطر في شغلك حاجة سهلة؟ لا مش لا. سهلة. إنك مم. تتعلم لغة جديدة حاجة سهلة؟ لا مش سهلة. إنك تاخد شهادات كتير، تتعلم حاجات كتير حاجة سهلة؟ لا. إنك تلف البتاع، تلف الدنيا، تتفرج حاجة سهلة؟ مفيش حاجة سهلة. ما هو طب ليه بتخاف ان احنا نعرف نفسنا؟ عشان ليه الانسان بيخاف يعرف نفسه؟ كل عصر بقى له المرض بتاعه. ده المرض بتاع دلوقتي، لانه هتحتاج انفستمنت، هتحتاج انك تستثمر وقتك مم. وطاقتك في الحكايه دي. مش هينفع ان انت تبقى، كل الناس دلوقتي عايزين يعملوا الحكايه بتاعت نفسهم دي باي ذا واي كده. يعني مم. بروح الشغل وبروح النادي وبروح الجيم ومش عارف بعمل ايه، موضوع وبخرج يوم حب نفسك الخميس ده وبروح الويك اند، اه. وبتشوف لي فيديوهين كده على نفسك، اه. وبشوف لي فيديوهين على حقيقتك، وبشوف لي فيديوهين. مفيش الكلام ده، ما ينفعش. يعني ما مم. ينفعش اللي عايز يعمل بجد يعني. مم. الحكايه دي عاوزاك كلك. عشان كده كتير اللي بيعملوا نفسهم عايزين، قليلين اللي هيروحوا، قليلين اللي هياخدوا الحاجه دي.
بس هو هل مطلوب من كل البشر ان هم يعرفوا نفسهم؟ لا، صح؟ مش مطلوب من كل البشر. امم كل يعني في ناس مطلوب ممكن تيجي الدنيا دي تعيش وتاخد وقتها وتمشي من غير ما تعرف اي حاجة ولا الناس تعرف عنها اي حاجة. طبعا. عشان مم. كده مثلا انا ما بروحش مثلا ادرس المنهج بتاعي ده في ميدان التحرير. اه. انا ما بروحش للناس، ما بروحش لحد اقول له تعالى معايا اعلمك حاجه، مم. ماليش دعوه. لو انت انت لو جيت، عايز لو انت اللي يلاقي عايز. نفسه، اللي يلاقي في نفسه مم. كولينج، اللي يلاقي في نفسه النداء كده بيندهله، في مم. نداهه كده بتندهك انه طبعا. آه، في ضجر بيحصل، مم. ان نفسك تضيق عليك، ما انتاش، ما في حاجه غلط. مم. اغلب الناس بيحسوا بالبتاعه دي فيغطوها، بيغطوها بالادمانات المختلفه. بالهروب. والحاجه اللي بتهربك من الشعور بالضجر ده بتدمنيها، لان هو طبعا. الشعور بالضجر متعب. اه. فكل في للاسف اغلب البشر دلوقتي مدمنين. مم. ناس مدمنين خمره، ناس مدمنين تاخد بلاجر مخدرات، بقى من اي حاجة. ناس مدمنين رياضه، ناس اه مدمنين اه. خروج، ناس مدمنين شوبينج، ناس مدمنين شغل، مم. يعني في ناس مدمنين حاجات كويسه يعني، بس هو ادمان بينطبق عليه كل حاجه. وطبعا في الحاله دي اتس اوكي يعني. انا لو انا مش عايز ادخل في نفسي فادمنت ان انا والله اعمل اعمال خيريه كويس، مم. والله انا مش عايز اخش في موضوع نفسي ده، مم. فادمنت ان انا اتمرن 4 ساعات في اليوم يبقى جسمي كويس، واعمل كمان محطه على البتاع التيك توك، اوري مم. الناس ازاي كويس، ماشي، مش وحش مم. يعني. مم. الحاجات اللي مش وحشه مش وحشه، مم. بس اللي عايز يعرف نفسه ده سكه تانية خالص، حياه تانية غير الناس عايشينها دي.